جيم جونز هي رحله طويله عملتها على 4 سنين مثلا، ان هي ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3 وبتعمل انترنشيب هناك في امريكا. فالموضوع طويل قوي ومكلف قوي ماديا انك تعمل الثلاثه ليفلز وتقعد اسبوعين في امريكا بعديها تمرن، بس ريوردنج بشكل مرعب. ليه؟ ان انت عملت ليفل 1 بقيت متحمس انك تروح ليفل 2، هم عاملينها برضو بفيزيكال تيستس لازم تعملها عشان تبقى تعدي من ليفل 1 ل 2 ل 3، منها 2 كي رو. معرفش انت جربت احساس 2 كي رو ده قبل جربت كده ولا طبعا. لا؟ كابوس. كابوس، فاهم؟ كابوس. كابوس يعني. انا مش فاكر، انا مش عارف ليه برضو كنت بفكر انا بعمل نفسي كده ايه، فاهم قصدي؟ بس احساس في منتهى الحلاوه لما تخلصها وتعمل الرقم اللي انت عاوزه، اللي هو كان سب 7. كان هم عايزين رقم سب 7، ولما تدخل على الادفانسد محتاجين رقم بتهيألي سب 650. انا على رقم عملته ليه كان 638. اوف. كان حلو، كان حلو سهل. قوي قوي يعني. بس كنت عايز اقول لك حاجه، انا ما كنتش بتمرن غير كده يعني. كان تمريني كله يعني 90% منه باور انديورنس روينج، بحاول اتمرن بانترفلز مرعبه، ممكن اتمرن 10 في 500 انترفلز روينج على بيس مثلا دقيقه 36 ودقيقه 40، بتكلم في حاجه مرعبه. وبتريح قد ايه؟ بريح، لا ممكن اكون بريح دقيقه ونص دقيقتين ما بينهم. اوف. يعني كان الموضوع بيبقى انتنس قوي. انا فاكر لما جيت اتست اصلا ال 2 كي رو دي، واحد برضو كان في حته كده دارك يمكن شويه، كنت باخد الرو واحطها قدام الحيطه وابقى رايح له. ما اعرفش ليه كنت بعمل كده في نفسي حقيقي. بحطها قدام الحيطه وسماعات في ودني، لا من غير سماعات، كنتش بحط سماعات في ودني ولا اغاني، وابتدي ارو. واحساسها بقى انت عارف اخر 500 فيها دي مرعبه. الألم ده كنت بتكلم في الموضوع ده، كان في حلقة سجلتها من فترة مع اسماء الزهيري. فكانت هي كانت عاملة رقم كده 2 كيلو كده على افريقيا، كانت بتتكلم معايا بتحكي لي. فانا كنت برضو، انا كان فترة كروس فيت كنت برضو عندي الاتمتس بتاعت ال 2 كيلو. ما عملتش 6، ما قربتش من الستة، بس كنت اوكي 7 14. ده حلو كان برضه. الارقام بتاعتي. بس كانت كابوس. بس عمري بصراحة ما عملتها من غير مزيكا. يعني جرب بقى شوف. انا عايز اقول لك دلوقتي في الفتره الحاليه دلوقتي بالنسبه لي مستحيل اعمل اصلا حاجه كده. يعني ما عنديش المنتل كاباسيتي ان انا اقدر اخد مثلا تمرين، اصلا التمرين بتاعها كمان متعب جدا بالنسبه لحد رور بروفيشنال. فبالنسبه له الرقم سب 7 ده بالنسبه له ممكن يكون بيعمله في التسخين. ده صح. رقم سهل جدا. صح. متهيألي اصلا الورلد ريكورد بتاع 2 كيلو ممكن يبقى 5 دقايق وحاجه. كنت انت لسه بتمرن في تي كانت دي؟ فتره تي دي، وعايز اقول لك اللي هي امتدت لحد 2019 اللي هو قبل الكورونا. قبل الكورونا بحاجه بسيطه يعني. انا عملت ليفل ادفانس ده كان في سبتمبر 2019، وقعدت بعديها مش فاكر اسبوعين او 3 في امريكا ساعتها بمرن معاهم. مرنت بقى مارينز تاكتيكال اثليتس، فاللي هو كانوا بيسيبوا لي مثلا، هم بيبتدوا عندهم السيشنز من 5 الصبح، فاروح 5، تروح قبل 5 كمان. انا كنت ببقى متوتر بقى، انا رايح امرن مين، اعمل ايه، مش عارف ايه. يقول لي والله انت عندك البي تي بتاع مايك اللي هو الهيد كوتش، هو مش جاي النهارده، هو باعت لك تمرينه مرنها له. تمام. فلاقي واحد ضخم فورمه كده يقول لي بمرنه. وبتلاقي الناس ديسيبلين بشكل مرعب، فاهم؟ انت بتستمتع وانت بتمرنه. فانبسطت جدا في الفتره دي فيزيكلي، ان انا كنت عارف ما تحس ان انت فوق كل حاجه. انت حاسس ان انت عندك كاباسيتي مرعبه انك تعمل اي حاجه. ممكن كان في واحد من التيست بتاع جيم جونز ده، انت بتطلع جبل هايك 3 كيلو بس جري، بتعمله بتايم معين، في تايم كاب معمول معين. انا فاكر اول مره وانا بطلع الجبل ده خلاص فاضل لي مثلا بتاع 200 300 متر، جالي كرامب في الاماميه. انا اول مره احس بالاحساس ده، رجلي مش راضيه تتحرك من الشمس والدي هايدريشن. مش متعود بقى انا في حاجات. بلاقي الناس اللي جنبي، لقيت واحد جنبي بيديني حاجه كده زي بتوع اللي بيجروا ماراثون وبتاع، قال لي خدها. قعدت 3 دقايق لقيت الدنيا هديت فعلا، دي هايدريشن، وجسمي خلاص في كميه حاجات فقدها مرعبه. وبعد كده كملت طلعت وبنشد بعض وبتاع، في احساس اللي هو ايه، طيب. احنا اسره دي. فكان الموضوع لذيذ جدا يعني.